افضل 10 مسلسلات تركية تاريخية تم دبلجتها وتقدروا ان انتوا تشوفوها مع عائلتكم. تابعوا معايا الفيديو للاخر. اول مسلسل هو مسلسل ارطغرل او قيامة ارطغرل. المسلسل ده اتعمل منه 5 مواسم وبالنسبة لي من افضل المسلسلات التاريخية اللي اتعملت في العموم. المسلسل ده بيتكلم عن شخص اسمه ارطغرل وهو قائد قبيلة الكاي، وكمان هو ابو عثمان مؤسس الدولة العثمانية. واحداث المسلسل هنا في القرن الثالث عشر، وبيتكلم بقى عن ارطغرل اللي كان بيبحث عن قطعة ارض يقدر ان هو يضم فيها كل سكان قبيلته اللي كانوا عمالين ينتقلوا من مكان لمكان، وبيحاول ان هو يدور لهم على مكان يفضلوا مستقرين فيه ويتخلصوا من معاناة التنقل دي. وكانوا مكونين من 400 خيمة، واكتر اعداء لارطغرل هم كانوا الامبراطورية الرومانية وكمان المغول. وحاول ارطغرل ان هو ينشئ الامبراطورية العثمانية اللي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاثة. حقيقي من افضل المسلسلات التاريخية. تاني مسلسل صلاح الدين الأيوبي، والمسلسل ده عبارة عن موسمين، والمسلسل ده بيتكلم عن الأحداث السياسية في القرن السادس الهجري في بلاد الشام وكمان في مصر، وازاي ان صلاح الدين الأيوبي قدر ان هو يوحد المسلمين في فترة كانوا بيتعرضوا فيها لكتير جدا من الحروب الصليبية، وقدر بقى ان هو يوحد المسلمين وكمان يهزموا الصليبيين في معركة حطين الشهيرة، وكمان قدر ان هو يسترد القدس من ايد الصليبيين بعد ما كانوا مسيطرين عليها لمدة 100 عام. مسلسل الأحداث بتاعته حلوة جدا ويعتبر من أكتر المسلسلات اللي ما فيهاش أخطاء أو تحريف كتير. تالت مسلسل المؤسس عثمان، والمسلسل ده اتعمل منه 6 مواسم وكمان هيتم تجديده لموسم 7، وهو بيتكلم عن الغازي عثمان وهو مؤسس الدولة العثمانية والابن الثالث والأصغر لأرطغرل، وكمل بقى على خطى والده في ان هو يحقق انتصارات عظيمة، وعاصر كمان صراعات كتير جدا ما بين قبيلة الكاي وما بين التتار والمغول، وكمان عاصر صراعات تانية ما بين القبائل وكمان الدول المجاورة لتركيا، وحاول بقى ان هو يأسس الدولة بتاعته وكمان يرفع فيها راية الإسلام. رابع مسلسل السلطان عبد الحميد أو عاصمة عبد الحميد، والمسلسل ده عبارة عن 5 مواسم وبيتكلم عن عهد السلطان عبد الحميد الثاني وهو آخر خلفاء الدولة العثمانية الفعليين، وبيتكلم عن ازاي ان هو حاول ان هو ينصر الأمة الإسلامية وكمان يواجه أعداء الإسلام اللي كانوا عايزين يسقطوا الخلافة الإسلامية، واستمر حكمه لمدة 33 سنة. وأهم أحداث المسلسل كانت حرب اليونان، وكمان كانوا بيطلبوا منه ان هو يتخلى عن أرض، لكن هو حاول ان هو يحافظ عليها لحد النهاية. خامس مسلسل هو مسلسل عزيز، والمسلسل ده موسم 1 وبيتكلم عن الشاب الشجاع عزيز بيدار، وهو عايش في الثلاثينات من القرن الماضي في أنطاكيا، وفي الفترة دي كانت سوريا تحت الاحتلال الفرنسي، وبيبدأوا بقى ان هم يتعرضوا لظلم الاحتلال الفرنسي ده، وعزيز ده بيتعرض لظلم وبطش الاحتلال الفرنسي، وكمان بيضطر ان هو يقتل ضابط فرنسي دفاعا عن نفسه، فبعدها بيضطر ان هو يهرب وبيروح لقرية بسيطة وبيقعد فيها 2 سنين. بعد ال2 دول بيقرر ان هو يرجع لأنطاكيا مرة تانية علشان يحسن من اسمه، وبالفعل بيقدر ان هو يرجع بمساعدة أصدقائه، وكمان بيقدر ان هو يجتمع بحبيبته مرة تانية. سادس مسلسل نهضة السلاجقة، والمسلسل ده هو موسم 1 وبيتكلم عن السلطان السلجوقي جلال الدولة ملك شاه وكمان ابنه أحمد، وبتدور أحداث المسلسل عام 1063 لما بيبدأ جلال ده إن هو يتولى عرش الحكم بتاع الدولة، وبعدها بيواجه صراعات كبيرة جدا، وكان من أهم الصراعات دي وأكبرها الصراعات ما بين الأمراء السلاجقة وبعضهم، وكمان التهديدات الخارجية اللي بتكون من الصليبيين والبيزنطيين، وبيحاول بقى إن هو يتصدى لكل الهجمات دي وينشر الإسلام في الدولة السلجوقية، وبيساعدوا على ده صديقه المقرب والوزير وهو نظام الملك، وبيقدروا ان هم يتصدوا لكل الهجمات الصليبية، وكمان بيقدر ان هو ينشر الإسلام في أغلب بلاد الأناضول. اللي شاف المسلسل ده يكتب لي كومنت. سابع مسلسل السلطانة قسم، والمسلسل ده عبارة عن موسمين وبتدور أحداث المسلسل هنا عن امرأة من أقوى النساء اللي مرت على تاريخ تركيا وكمان الدولة العثمانية، وهي السلطانة قسم. وبتبدأ الأحداث لما قسم أو أنستازيا دي بتدخل القصر وهي جارية، بعد كده بتلفت نظر السلطان أحمد ليها وبتصبح هي زوجته المفضلة، ومن خلال ذكائها وقوتها كمان بتبدأ إن هي تتحكم في شؤون الدولة في السر،
وكمان بتواجه تحديات كبيرة جدا مع زوجات السلطان الأخرى، وكمان بتواجه تحدي كبير جدا في محاولة قتل ابنها إبراهيم وعزل ابنها الرابع مراد من العرش، وكمان بتواجه كل التحديات دي وبتفضل موجودة في السلطة وبتتحكم في شؤون الدولة لمدة 30 سنة. فعلا من أقوى الشخصيات النسائية اللي كانت موجودة في التاريخ التركي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس، وكمان تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا كومنت بايه الحاجة اللي انتوا حابين ان احنا نتكلم عنها المرة الجاية. تامن مسلسل هو مسلسل الإخوة بربروس، والمسلسل ده عبارة عن موسمين، وهو بيتكلم عن الإخوة بربروس خير الدين بربروس وإخواته اللي هم إلياس وكمان معاه إسحاق، وإزاي إن هم قدروا يشاركوا في تحرير آلاف المسلمين من إيد الصليبيين في الأندلس، وكمان قدروا إن هم يقودوا الأسطول العثماني وقاموا بالعديد من الغزوات البحرية وانتصروا فيها لدرجة إن هم بقى ليهم السيادة على البحر المتوسط، وقدروا إن هم يضموا البحر المتوسط للدولة العثمانية وأصبحوا أشهر بحارة في التاريخ. تاسع مسلسل هو مسلسل فلينتا مصطفى، والمسلسل ده عبارة عن موسمين، وبيتكلم عن صراع ما بين رجل الشرطة مصطفى وكمان رجل الأعمال بوريس، وهو كان أغنى رجل في تركيا وتاجر سلاح، وبيستخدم بقى قوته وأمواله دي في إدارة شبكة من الجريمة والفساد. أما مصطفى فكان من أمهر ضباط الشرطة في الدولة العثمانية، وكمان كان بيتميز بالشجاعة، وبوريس ده بقى عشان يزيحه من طريقه بيحاول إن هو يلفق له جريمة قتل، فالحاكم أو القاضي بيدي مصطفى ده سنة إن هو يقدر إن هو يثبت فيها براءته، يا إما هيتم إعدامه أو نفيه. وبالفعل بمساعدة أصدقائه بيقدر إن هو يدخل للعالم السفلي وبيعرف أسرار كتير عن بوريس، لكن في خلال رحلته دي بيتقابل ببنت اسمها آيلا، وبتكون هي بنت بوريس، وبينشأ ما بينهم قصة حب. فيا ترى هيكمل الانتقام ولا هيعمل إيه؟ عاشر مسلسل حريم السلطان، والمسلسل ده اتعمل منه 4 مواسم، وهو بيتكلم عن السلطان سليمان القانوني اللي تولى الحكم في سن صغير جدا وكان عنده 26 سنة، وفضل في الحكم ده لمدة 46 سنة، وفي خلال عهده وصل الدولة بتاعته لأقصى اتساع ليها، وكانت من أقوى الدول اللي موجودة في العالم في الوقت ده، وحقق كمان انتصارات وفتوحات كبيرة جدا. وبتبدأ أحداث المسلسل لما السلطان بيتولى الحكم، وبعد كده بيسيب زوجته ماهد فران وكمان ابنه مصطفى، وبينطلق بصحبة صديقه المقرب اللي هو إبراهيم واللي هيكون وزير بعد كده، وبيروحوا للقصر اللي موجود في العاصمة. في نفس التوقيت ده بتكون السفن العثمانية بتبحر في البحر الأسود وعايزة تجيب جواري عشان تكون هدايا للقصر، ومن ضمن الجواري دي بتكون ألكسندرا بنت الكاهن الروسي، واللي بتصبح بعد كده هرم زوجة السلطان سليمان، ومن أقوى النساء اللي موجودة برضو في تاريخ تركيا. وبيبدأ بقى ان هو يحصل أحداث كتير جدا داخل الحرملك ما بين زوجات السلطان، وبيحصل كده زي صراع على الراجل اللي هو السلطان. يعني الأحداث بتاعت المسلسل دي كانت حلوة جدا وشيقة، وعمل انتشار كبير جدا في الوطن العربي. وكده أنا خلصت كل المسلسلات اللي كانت معايا في الفيديو ده. لو في مسلسل أنا ما قلتوش أو حاجة انتوا حابين ان انتوا تتفرجوا عليها تانية، ما تنسوش لازم تروحوا للفيديوهات دي، هتلاقوا فيها ترشيحات تانية كتير وفئات مختلفة موجودة على القناة. سلام.